السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي كانت بتسألني على موضوع الحشر اللي بيحصل دايما في البرنترات الكيوسيرا أو في الأجهزة المولت الأربعين خمسة وتلاتين أو مكن التصوير، بيبقى دايما في حشر في المنطقة ديت. تمام، أنا عايزك بقى تركز معايا في الفيديو دوت، لأن أنا هخليك تحل المشكلة ديت بنفسك من غير ما تحتاج لمهندس صيانة مكن تصوير، بنفسك إن شاء الله. أديك طبعا بتبقى شايف شكل الورقة طالعة إزاي وبيديك حشر من المنطقة ديت. طب إحنا أول حاجة هنتعلمها إزاي نفك السخان ده بحيث ان هو يبقى موجود بره معانا بالشكل ده. ادي السخان اهو، انا طلعته من مكانه. تمام، بس برضك انا هوريك ازاي تطلعه من مكانه علشان تقدر تشتغل فيه زي ما انا هوريك دلوقتي ايه تتعامل فيه ازاي. تمام، ركز بقى معايا في الفيديو ده لان هو فعلا مهم جدا. ده بيبقى باب تحت كده، انت بتيجي من الجنب كده بنفك عده وتقوم جاي ايه ناطره مطلع. دي اول حاجه. تحت هنا بيبقى فيه 3 كليبسات، 1 2 3. انت مش هتشوفهم بس لو حطيت ايدك كده هتحس بيه. بتشد الجنب ده لبره الحته دي بتدوس على اول واحد، هما يعني هي طلعت بسلاسه، ادي 1 2 ادي 3، بتدوس عليهم من تحت كده عشان تنطرهم. تمام، بعد كده بننطر الباب. ازاي بقى؟ بنفتح الباب بتاعنا عادي وبنيجي من الجنب برضو الحته ديت، نجين ايه ناطرينه كده برضو بيطلع معانا. نحطه على جنب. طب احنا عايزين نطلع السخان دوت، انا عشان اسهل عليك وقت الفيديو فهشرح لك بسرعه ازاي بيطلعه. بيبقى عندك ادي مسمار، تمام، وادي التاني. المسمار التاني ده بيبقى تحتيه كابلين، بتفك المسمار ده تشيل حته البلاستيكه ديت تطلعها بره كده، هتلاقي تحتها كابلين بتشدهم. واخر حاجه بيبقى هنا في الجنب اخر مسمار تحت ده بتفكه وتنطر برده حته البلاستيكه دي من فك العاده، وهتلاقي جوه كابلين بتفكهم. اصبح كده خد قدامك. تمام، ادي السخان بقى قدامنا اهوت. تمام، طلعه بالورقه الحشر بتاعته، هنطلع الورقه كده نرميها. اول حاجه تبص في السخان عليه من جوه كده الدرفيل اللي هو الحديد ده، تحس كده تبص في النص كده هتلاقي عليه اثار حبر في النص هنا. بص اثار حبر كده تقيله، فطبعا ده بيبقى سبب الحشر. طبعا انا هغير درفيل عشان بس اوريك في الفيديو، بس هو ليه طريقه تانية انت ممكن تحل بيها المشكله ديت. لو انت الدرفيل عندك ما تجرحش بس عليه طبقه سودا، كل اللي هتعمله هتجيب شويه بنزين وتجيب كهنه، تمام، حته خرقه يعني اسف، وتقوم جاي حاطط فيها ايه شويه بنزين كده. ولو جيت هنا بصيت، عايزك تركز معايا في النقطه دي لان هتفيدك. هجيلك تحت اللمبه هنا عشان تبقى الاضاءه واضحه. تمام، شايف السواد ده؟ بص انا لو جيت مشيت عليه نقطه بنزين هيبدا ان هو يخف معايا. تعمل بنزين وتبدا ان انت تحركه وان شاء الله